تلعب معايا لعبة لو سمحت يا ماما؟ لا طبعا يا شروق، انت عارفة ان لو انت خسرتي في اللعبة دي هتموتي. وكمان عارفة ان انا لو كسبت هكسب 7 مليون جنيه. مين اكلك ان انت ممكن تكسبي؟ لا طبعا مينفعش تخاطري بحياتك كده، انا اكيد مش هلعبها ومش هخليكي تلعبيها. انا اسفة بس انا اخترت الخيار المفروض اختاره. ايه ده؟ شروق فين؟ اهلا بيكم في لعبة لو سمحت يا ماما. ببساطة هتقعدوا في البيت ده، اي حاجة ماما هتقولها لكم طبعا في القوانين اللي انتوا اول ما تدخلوها ماما هتقولها لكم هتعملوها، هتخلفوها هتموتوا. كله هيموت ما عدا واحد بس اللي هيكسب 7 مليون جنيه. الكنترول بتاعنا بيحدد 6 متسابقين بس كل سنة، يعني كل سنة 5 متسابقين بيموتوا. تقدروا دلوقتي انكم تدخلوا. اهلا بيكم، انتوا المتسابقين بتاع تحدي لو سمحت يا ماما. خلف امري هتموتوا، طيعوني هتعيشوا، وكمان هتكسبوا 7 مليون جنيه. هتعيشوا كلكم في البيت المعزول ده وفي اوضة واحدة بس. لو سمحت يا ماما ممكن اتكلم؟ لا مش ممكن. لو سمحت يا ماما ممكن نروح الأوضة؟ ايوه ممكن. لو سمحت يا ماما هو انا ينفع اتكلم؟ ايوه ممكن. ماما الأوضة دي كلنا هنقعد فيها بس هي مش هتكفينا، ينفع نتفرق في أي أوضة تانية؟ لا مش ممكن. بجد تعبت. لو سمحت يا ماما ممكن انام اليوم كله؟ ايوه ممكن. الله شكرا بجد يا ماما. لو سمحت يا ماما ممكن اقعد؟ لا مش ممكن. لو سمحت يا ماما ممكن اقلع الكوتشي؟ لا مش ممكن. لو سمحت يا ماما ممكن اتكلم بس؟ ايوه ممكن. ماما انا لسه جاي من التدريب دلوقتي ولما شفته قمت دخلت على طول، فالكوتشي ده بيألمني جدا، ينفع اقلعه؟ لا مش ممكن، انت اللي اخترت بنفسك. ماما خلاص مش قادرة، رجلي بتوجعني، ممكن اقعد؟ ايوه ممكن. شكرا بجد يا ماما. مالك زهقانة يعني يا شروق؟ العبي معايا. شكلك نسيت يا عمر تقول لماما انك تلعب مع شروق. باي باي. ماما ارجوكي اروح بس التويلت. مزنوقة قوي يعني؟ والله عايزة اروح التويلت ارجوك يا ماما. طيب ماشي. شروق ايه يا بنتي خطتيني؟ انا عايزه اقولك على حاجه بخصوص ماما. على فكره ماما بتدلع المتسابقه رقم 3 اكتر مننا، والموضوع فيه ظلم قوي. ماما دي اصلا مش عارفه تحكم، المفروض اصلا تستأذنيها قبل ما تتكلمي، لان ماما بتراقبنا يا غبيه، بتراقبنا في الحمام حتى. لا ما توصلش البجاحه للدرجه دي بقى. thus enough. بصي هو بجد ماما بتراقبنا، حتى اسأليها اي سؤال كده. ماما انا ممكن اطلع من الحمام؟ لا مش ممكن، تكلمي عليا وحش بقى. فطالما كده يا متسابقة رقم 5 ما تطلعيش من الحمام ابدا طول عمرك. لا بقى كده كتير، وريني اللي انت هتعمليه. احنا مش على امرك وهطلع من هنا غصب عنك. طيب انت اللي اخترتي بكده لنفسك. باي باي. لو سمحت يا ماما ممكن اطلع من الحمام؟ ايوه ممكن. لو سمحت يا ماما هو انا ممكن اصحى؟ ايوه ممكن. لو سمحت يا ماما هو انا ممكن اشيل الدبدوب ده من على الارض؟ لا مش ممكن. عايزه اقول لكم على قصه تسليكوا شويه، ان اصلا كل الاثار اللي باينه قدامكم دي من كسر وورق واي حاجه قدامكم كانت للمتسابقين اللي قبلكم، كانت سواء اثار وهم بيموتوا او سابوها وخسروا. طيب لو سمحت يا ماما انا عطشان قوي يا ماما، ما اكلتش من امبارح ولا شربت حتى.
يا عيني يا زياد، تعرف انت صعبت على ماما قوي، فماما هتديك سم قاتل بحيث تشبع تشرب وتاكل. ايه؟ ارجوك يا ماما، لا خلاص مش عايزه اكل حاجه ولا عايزه اشرب حاجه، ارجوك يا ماما لا. شروق اديه دلوقتي السم عشان يشربه. حاضر يا ماما. ارجوك يا شروق، لا ارجوك يا شروق، لا مش عايزه خلاص، مش عايزه اكل حاجه. انا اسفه. يلا عشان تشربوا. مش قادره اتنفس. متسابق رقم 1، باي باي. لو سمحتي يا ماما، ممكن تقومي المتسابقه رقم 2 عشان اقعد؟ ايوه ممكن. ايه؟ لا ده مش عدل. انت يا روعة مش شايفة ان ماما مش عادلة؟ ايوه مش شايفه كده، ماما مش عادله نهائي، ماما بتحب اكتر المتسابقه رقم 3. طيب متسابق رقم 6، انت شايفة ان ماما عادلة؟ ايوه اكيد طبعا يا ماما، انت عادله جدا يا ماما، وبتعدلي ما بيننا كلنا. طب طالما يا شروق ما انت شايفة ان ماما عادلة وبتحبيها بجد، خدي الماما واقتلي المتسابقة رقم 2. ايه؟ لا مستحيل، ما اقدرش اعمل كده. يا شروق بتقولي لماما لأ؟ لا 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 خالص. ابعدي عني، ابعدي عني، سيبني سيبني سيبني، ارجوكي لا، انا نفسي اعيش. سيبيني يا شروق، سيبني لو سمحت، سيبيني يا شروق. انتي لو ما متيش دلوقتي احنا الاتنين هنموت. ارجوكي لا، ارجوك. باي باي. سيبيني يا شروق، سيبني لو سمحت، سيبيني يا شروق. باي باي. انا مش مصدقه اللي انا عملته ده. ماما لو سمحتي ممكن اطلع بره اللعبه بس ما اموتش، انا مش عايزه حاجه. شاطرة قوي يا شروق، وانا بحب المتسابقة رقم 6 لانها سمعت كلام ماما. ماما لو سمحتي. لا مش ممكن. طيب انا عايزه اعرف مين الكسبان ومين الخسران. بس انا دلوقتي هعلن عن الكسبان وهعلن عن الخسران اللي هيموت. اكيد يعني الخسران انا، لان انتي بتحبي المتسابقه رقم 3 صح يا ماما؟ دلوقتي وقت ان ماما تعلن المتسابق الفايز والمتسابق الخسران، والمتسابق الفايز اكيد انا يا ماما. لا مش انتي. ايه يعني انا الكسبانه؟ ايوه المتسابقة رقم 6 هي الكسبانة. ليه يا ماما؟ انت كنتي بتحبيني قوي. لا باي باي، لانك قتلت المتسابقة رقم 2 علشانها وسمعت كلام ماما، ودلوقتي تقدري ترجعي على بيتك.